السلام عليكم يا احلى جمهور في الدنيا. رجعنا لكم بفيديو جديد، والنهارده هنتكلم عن تعليق تامر حسني وهو نزل بوست وقال واثق انها زلة لسان من شيرين، لان شيرين من اكتر الناس اللي بتحب محمد رحيم الله يرحمه، ومن اكتر الناس اللي عارفه قيمته لانها فنانه كبيره، بالاضافه لانها اعتذرت على المسرح في وقتها ونيتها كانت تكريم وطلبت الفتحة من الجمهور. إنما بقى التوتر الشديد والصدمة الكبيرة اللي مستحوذة على الدكتور طاهر أخو رحيم مخلينه في حالة نفسية صعبة جدا، ربنا ما يوريها لحد، مخلينه مش عارف يفكر بأحسن شكل لفراق أخوه اللي كان كل شيء في حياته. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وكان رد الدكتور طاهر رحيم انه نزل بوست قال فيه الوحيد اللي حاسس وعارف حقيقة كل اللي عديت بيه نفسيا انا وكل اسرتنا هو اخويا واخو رحيم التالت الصادق الجميل تامر حسني. الله يسترك يا تامر على قلبك اللي ما شفت ازايه في حياتي. متشكر يا راجل يا اصيل لوقفتك جانب كل العيلة واصلاحك لما افسدته الفتنة بينا كلنا. متشكر لتكريمك لاخويا بايديك لاخر حباية رمل في تربته. وفعلا شيرين اختنا، وانا زعلت عشان جالي الفيديو في الاول جزء بتضحك فيه، بس لما انت بعتلي الفيديو كامل وشرحتلي عرفت انها حقيقي زلة لسان، وانا متأكد من رأيك وربنا يجازيها كل خير. كفاية انها حاولت تكرمه وسط جمهورها. لكل محبين اخويا انا بقرا كل كلامكم الحلو والجارح اللي بيتقال ظلم عليا دون علم الدواخل ودون علم بنفسيتي ازاي انهارت واتصدمت بسبب فراق اخويا، واتقسم ظهري وبقيت عايزه اضم كل الناس والفنانين في حضني عشان رد اعتبار اخويا في الدنيا بعد ما مات مقهور من تهميشه. بقيت عايزه اوصله واقول له بص يا محمد بيحبوك ازاي، بص مقدرينك ازاي. وتاني انا اسف للجميع وشكرا يا تامر. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا. تابعونا، يا ريت ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مننا كل جديد، ويا ريت ما تنسوش اللايك.